الفيلم ديالنا اليوم غيبدا في 1981 في سان فرانسيسكو مع كريس اللي كان كيبيع جهاز كشف كثافه العظام، وكان كيحاول يسوق للجهاز ولكن حيت كان الثمن ديالها غالي فهادشي اللي غيخلي البيع ديالها صعيب شويه. وهنا غيوقعوا ليه مشاكل بزاف مع الزوجه ديالو اللي كانت كتخدم النهار كامل باش تعاونوا في المعيشه. وواحد المره غتبان ليه طونوبيله اللي كان كيحلم بها، وسول مولاها كيفاش نقدر ناخذ وحده في حالها، وجاوبو قال ليه انا خدام سمسار في البورصه. وهنا قرر كريس يتقدم لشركه دين ويتر، وكان عنده امل يقبلوه، وحاول يتلاقى مع مستر تويست المدير ديال الشركه وركب معاه في الطاكسي باش يقنعوه. ولحسن الحظ ديالو كان تويست كيحاول يقدم مكعب روبيك واللي كان من المستحيل يحل شي واحد في اقل من نص ساعه، وغياخذ منه المكعب ومن اللي كان كيدوي معاه غيقدر يحل المكعب. وهذا الشيء اللي يخلي مستر تويست يهتم بالملف ديالو من يكون متاح للتعيين. ولكن هذه الخرجه غتخلي كريس ينسى ولده في الحضانه كيف ما كان اتفق مع مراته. وهنا الزوجه ديالو غتخاصم معاه وغتاخذ الولد وحلات الدار ودات معاه ولده. ووسط هاد الروينه غيجي اتصال من شركه دين ويتر وغيكون عنده انترفيو معاهم. وفي النهار الاخر غيتلاقى مع الزوجه ديالو حدا الحضانه وغيقول لها بلي الولد غيبقى معاه وغيدي الولد معاه للدار، وغيتعطل على فلوس كرا وغيجي مول الكرا وغينوضها معاه وقال ليه يا غتخلص يا غتمشي من هاد الدار. وهنا غيقترح عليه كريس باللي هو يصبر عليه مقابل يصبغ الدار كامله. ولسوء الحظ ديالو واخا كان كيصبغ في الدار غيجوا ليه البوليس، وجاو عنده البوليس بسبب تراكم الفاتورات والمخالفات اللي ما مخلصينش. وهذا الشيء اللي يخليه يفوت الانترفيو اللي كان عنده مع الشركه، وغيمشي لعندهم بنفس الحوايج اللي كان فيهم في الحبس، وهما نفس الحوايج اللي كان فيهم كيصبغ في الدار. وغيحاول يقنعهم باللي هو كيخدم مزيان وباللي واعر بزاف في الارقام. وغيسولوا مول الشركه شنو بان ليك في واحد جاي الانترفيو لابس قميص وانا قبلته يخدم عندي في الشركه. وجاوبو كريس وقال لي اكيد غيكون عنده سروال ناضي وغيقبلوا به في الوظيفه، ولكن غيعتذر ملي غيعرف باللي اول 6 شهور من الوظيفه ما غيتخلصش. وهنا مستر تويست غيتصرف وغيقنعو يجي للتدريب، وغيمشي كريس للدار وغيبدا يفكر في الموضوع التدريب. وغيقرر يتصل بمستر تويست وغيقول ليه باللي هو صافي قبل يبدا وباللي هو قابل يدوز التدريب، وغينتقل لفندق رخيص اللي كان رخص من الدار اللي كان كاري، وغيدي ولدو للحضانه. وكان في التدريب خاصو يدوز عدد من المكالمات باش تكون عنده اولويه يخدم في الشركه، وحط خطه انه يمنع راسه من شرب الماء في وسط التدريب باش ما يمشيش للطواليت بزاف. وهذا الشيء اللي يخلي الوقت ديال المكالمات يطول بزاف، ومع الوقت بدات الحياه ديالو كتحسن. ولكن غيجي خطاب في انه لما دفعش الضرائب المتاخره عليه غيتم السحب ديالها من الحساب ديالو تلقائيا. ولكن لسوء الحظ ديالو عاوتاني هذا النهار هو كان نفس النهار اللي غيسالي فيه هذا الوقت اللي عاطينه باش يسدد، وغياخذوا كاع الفلوس اللي كانت عنده في الحساب ولا مفلس، وغيبدا ازيرو وغيحاول يبيع اي حاجه جهاز اللي كان. ومن بعد يوم غيلقى مول الفندق جر عليه ولاح ليه حوايجو برا، وهذا الشيء رجع انه ما خلصش الكرا. وغيدي ولدو وغيمشي للمحطه ديال التران وما عارف فين غادي، وغيبدا يلعب مع ولدو وغيعاود ليه قصه غينعس في المحطه ديال التران هو وولدو. وفي النهار الاخر غيمشي يبات في ملجا ديال المتشردين، نهار كيلقى بلاصه ونهار لا، وغيكون مبزز عليه انه ينعس في المحطه ديال التران او في الشارع. ومن بعد ما دازو 6 شهور غيتم الابلاغ ديالو انه تم التعيين ديالو في الشركه كسمسار. وهذه كانت اول مره كيحس كريس انه فرحان وناشط. وغتكون هذه نهايه الفيلم ديالنا اليوم. لا عجبك الفيديو ما تنساش الاشتراك في القناه. يلا تهلاو.